سامحونا. ترى المجالس مو فقط للعقوبة وللمعاقبة أو للفصل، يعني أنا برأيي المتواضع هاي المجالس يفترض أن تكون مجالس تربوية. صحيح. لأن احنا هسه كل واحد خليه يسأل نفسه. نعم. وهم أهل الطلابة، لأن أنا مرة بيه اكو واحد لاقى واحد قال له شلونك؟ قال له بنا مثل ما بكم فصبرا. بنا مثل ما بكم فصبرا عسى أن نشفى من هذا السقام. اللي بيكم هم بينا، احنا ما لا نستغرب ولا نتعجب الامور. مو الان الخير والمحترم والشيخ والايودي مبتلي نقطه ضعفنا اولادنا. الان اللي كاسر ظهورنا وذل يعني حشل هذه للمشى مرات انا اشوفها بنفسي مثل الذله. انا يعني ظل يعاني ابو الطلابه، يعاني من بدايه الطلابه الى ان يوصلها الى هاي الساعه. ايش قد يعاني وايش قد يروح يجيب العالم، والعالم اليوم جمعه شايفينها بنفسنا احنا. هاي سببها منو؟ الاولاد. نقطه ضعفنا الان وطلايبنا وامورنا، ويا ما شيلونا اهلهم. عندنا الناس تهجرت بالغراف من وراء السكينه. بيوت عندنا تهجرت بالغراف من وراء السكينه. الله وكيلك، حالتي صارت بالغراف سكينه قتله ويعرفون الجماعه، وانا من ضمن المشيات يعني اللي هذا. والان اكو بيوت تهجرت من وراء هاي الساعه. ناس لها باع بالغراف واخيار وناس جاويد، لكن من وراء اولادها تبهدلت، واللي باع بيته واللي يتبهدل واللي يتطشر من وراء التربيه، سوء التربيه. وهاي نعاني منها الكل. انا ما احكي اقصد ترى التربيه جاي نعاني منها اولادنا هذا الوقت. مثل ما قلت هي نقطه ضعفنا، وسببها اولا اول مدرسه يشوفها الابن هي البيت. الطفل اول مدرسه يدخل لها البيت، الاب والام. هي تربيتنا يعني الاب مسؤول. انا ما يعني الاب يعتبر مسؤول عن ابنه. خارج الاب لا، العام الكذا لا، ما اقدر انا احمله، لانه الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازره وزر اخرى وكل نفس بما كسبت رهينه. واحنا نقول كل شيء والتعلق مو نكره، هذا موجود عندنا، بس مع الاسف العرف العشائري شملها كلها. وهاي نظريه انجليزيه ترى يقول لك الجاني واحد واللي تبتلي عشيره. هو المجرم واحد، هاي الانجليز يستخدموه. يجرم واحد ينهوا لهم قريه كامله. هي القران يقول لا، الجاني يحاسب، ما يحاسب غيره. ليش مطلوب غيره؟ هذا عرف عشائري مو صحيح. على كل، فالتربيه سوء التربيه ينعاني منها الكل. انا احكي بشكل عام البيت. والله سبحانه وتعالى يقول رحم الله والدينا عانى اولادهم على برهما، على بر الوالدين. الابن من يلقى البيت يذكر فيه القرآن، بيت معروف، الأب والأم منسجمين، ماكو اختلاف. مو إذا كان رب الحشل هذا أحكي بشكل عام، إذا كان رب البيت في الدف ناقلة طبعا فشيمة أهل البيت كلهم تعرفون هذا. لكن إذا يلقى البيت من يطلع ويلقى البيت بمخافة الله، بذكر الله، الأب والأم منسجمين، بالتأكيد يطلع الأب متربي. المدرسة الثانية هي المدرسة احنا جاي نعاني الان، والله انا كمدير مدرسه هسه جاي اعاني، واستاذ جبار موجود وياي، واستاذ اساتذه هنا موجودين، استاذ جاي نعاني. اطفال بالابتدائيه يجي باكيته بجيبه غير الشغلات ما هذه، بواكيتها بجيبها. باول ابتدائي اودي بالاول متوسط اودي على ابوي يقول لي ادري بيه مدلل، ادري بيه يدخن، ودري بيه هيك يسوي. هاي المدرسه جاي تعاني. الاب يقول لي انت ايدك شنو ايدي لي انا؟ انت رب ابنك وودي للمدرسه. جاي نعاني الله شاهد.